هو ليش الحقد الطائفي منتشر في العراق؟ وليش ابو عزرائيل بين فترة والاخر يطلع بفيديو بعد مدة غياب طويلة بحقد طائفي بحت؟ ابو عزرائيل الغني عن التعريف بالشتم والاساءة للطائفة السنية، اليوم بفيديو جديد يطلع ليسب بأحد رموز المسلمين وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه والدولة الأموية، والتي تمثل ليس فقط سوريا وإنما هي رمز من رموز المسلمين. شوف الفيديو. شكو سوري سن هنا بالعباس ثرمة ثرم واسوي قصة كلاب، لأن أنتم ما جاي تخافون على ولدكم البلاد، جبناء طيح الله حظكم مثل جدكم عمر طلع عزه. شفتم صورة تعكس من جديد مدى تغول الحقد الطائفي عند الميليشيات في العراق. أبو عزرائيل لطالما كان اللسان الفارسي في العراق والذي قدم مصلحة إيران على العراق دائما، كما أطلق شعارات كثيرة لنغيظ أعداء إيران أو جبهتنا الحرمين وغيرها. ولكن بعد هذه الانتخابات النزيهة وثقتنا بالحكومة العراقية والتي دائما شعارها كلا للطائفية أو سنة وشيعة والوطن منبيعة، متأكدين سوف تقوم بمحاسبة هذا الطائفي. في نهاية المطاف نسأل أنفسنا، هل هؤلاء حقا من يستحق أن يحكم العراق العظيم أو يكون واجهة لجمجمة العرب؟ نسأل الله السلامة والنصر والفرج لأهل العراق الحقيقيين من المد الخامنائي. إذا عجبك الفيديو حط لايك وإعادة نشر، خلنا نكون معا ضد المد الفارسي في المسلمين.